حبيبي عامل ايه؟ عملت ايه في الموضوع ايه ده؟ حد قال لي حسن الاسمر كان دايما يشرب شاي بحلاوه، ده بيسلك الصوت خالص. السؤال ده صعباني. كات يا ابني، الكلام ده هيتشال في المكياج. لو صحيت ولقيت صوتك راح قبل مشهد مهم هتعمل ايه؟ هشرب شاي بحلاوه. حلاوة؟ والله انا اتعلمت الحركه دي من مطربين الشعبيين. حد قال لي حسن الاسمر كان دايما يشرب شاي بحلاوه، ده بيسلك الصوت خالص. بتحصل لي وبعمل كده، بشرب شاي بحلاوه بيرجع لي صوتي زي الفل. وتخضوش قوي كده يا جماعه، جربوها، هو طعمه زي الشاي بلبن بالظبط يعني. لو قابلت حد في الشارع وانت مش فاكر اسمه قاعد يقول لك فاكرني؟ حبيبي عامل ايه انت؟ ايه يا عم، في عملت ايه في الموضوع ايه ده وبتاع، وهو بيكمل بقى ربنا يخليه. لو عملت فورورد المسج على الواتساب كنت بتوريها لصاحبك وحطيتها في نفس الشات. مفيش حاجه، ايه اللي حصل؟ ان هو دي حاجه بيني وبينه. وانت بتطلعها بره. وانا ينفع امسحها؟ انا عمري ما عملت كده، بس انا ينفع امسح لو شافها. انت شفتني؟ خدت بالك؟ كنت باخد سكرين شوت فعملت وقع على وشي. فاهم؟ السؤال ده صعباني. لو بتعمل انترفيو زي ما احنا بنعمل دلوقتي وقلت معلومة او حاجة كلمة غلط كانش ينفع تقولها دلوقتي، كات يا ابني، كات. الكلام ده هيتشال في المكياج. قول لنا 3 حاجات عنك، 2 حقيقيين وواحدة كدبة والجمهور هيخمن الكدبة. بحب اركب خيل جدا، وبحب الغطس جدا، وبحب اقرا جدا. انت مش هتخمن؟ طب ان انا بحب الخيل هو اللي كده غلط. انا بحب القرايه والخيل، ما بحبش الغطس. بس الخيل يعني مش عشقي الاول، بس بحب اركب الخيل مؤخرا كمان، اتعلمت عشان الادوار بتاعت شمس الزناتي والحاجات دي.